الفيديو ده عشان في ناس دخلت تسألني إن إحنا خلاص الميد قرب وداخل علينا، وإحنا مراكمين في المذاكرة ومش عارفين نذاكر وتايهين وسط المحاضرات الكتير والمواد الكتير، ومش فاهمين حاجة من الدكاترة وكل الكلام ده. فبص، أنت ما تضيعش وقتك في الدوامة دي. أول حاجة هات امتحانات سنين سابقة، يعني شوف الدكتور هات امتحانات سنين سابقة ليه، سواء بقى من الاتحاد الكلية أو بتاع اتحاد الطلبة قصدي، أو من ناس أكبر منك في الكلية. هات منهم الامتحانات والكوزات عشان تبقى فاهم الدكتور بيجيب الأسئلة إزاي في كل جزئية. بعد ما هتفهم الكلام ده وأنت بتذاكر هتبدأ تبقى يعني إيه، تبقى فاهم كده إن هو الجزئية دي بيجيبها ريتن، الجزئية دي بيجيبها ام سي كيو. بعد كده هات ورقة وقلم، رتب كل المواد اللي هتمتحن عليها مد بترتيب الأسبوع عشان تبقى عارف كل مادة قدامها كام يوم. بعد كده ابدأ فصصها كده واحدة واحدة. كل مادة فصص انت عليك كام محاضرة فيها. طول ما انت حاطط ورقة وقلم كده ومفصصها هتقدر تتابع انت بتتقدم ولا لا، يعني انت يعني هل انت كده كويس ولا لا. يعني ونصيحة، بلاش تخش الميد وانت مذاكر مرة واحدة، راجع مرة واتنين، لان لما هتخش وانت مذاكر مرة واحدة هتلاقي ان انت في حاجات اصلا وانت بتذاكر ما انتش فاهمها. فلما هتراجع مرة واتنين الموضوع ما بياخدش وقت، ده أو ده يعني المراجعة التانية والتالتة ما بتاخدش وقت زي أول مرة، وهتلاقي إن أنت بدأت تفهم أجزاء أنت ما كنتش فاهمها. فيعني دي نصيحة، بلاش تخش الميد وأنت مذاكر مرة واحدة بس.